السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، ويا رب دايما سعداء، ويا رب دايما مبسوطين. النهاردة بإذن الله هنعمل الترمس بطريقة جميلة جدا جدا بمكونات وأسرار. سر جميل جدا هيخليه معاكي تحفة، ما كلتهوش قبل كده. والكل هيحبه. حتى المية بتاعته ممكن تنشرب. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، وتشيروا الفيديو بين أصدقائكم عشان الكل يستفاد بإذن الله. اول حاجه معانا الترمس بتاعنا، الترمس اللي هو السريع او السكري. هننقعه ليله كامله، او انت لو مستعجله بميه مغليه لمده ساعه واحده بس. تمام، هيكون معاكي زي ما تكوني نقعاه ليله كامله. تمام. دلوقتي انا حطيته غلي على البوتاجاز. بعد الغلوان تلت ساعة بس، ما تكترش عن كده، وشيليه من المية السخنة. لو انت حابة تسيبيه شوية، بتحبي يكون مستوي شوية، هتسيبيه في المية السخنة وتغير عليه تاني يوم. تمام. اما لو انت بتحبيه كده يتنه يستحمل شوية معاكي، فهو كده تمام اوي. هنعمل بقى دلوقتي المحلول بتاعنا اللي هيخلي الترمس بتاعنا تحفة وجميل جدا، والكل هيحبه اكنك شارياه من بره بالظبط. تمام. بالنسبة للملح، ما تحاوليش تكتري الملح، لانه في الاول ما بيمتصش الملح، وبيكون زي ما يكون عادب. لا، هما 3 معالق او 3 ونص بالكتير خالص، ما تحطيش اكتر من كده عشان ما يحتقش معاكي لما يبدأ يشرب الملح بتاعه. معايا معلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة او معلقة حسب الرغبة من الشطة. تمام. معايا المكونات بتاعتي سهلة جدا جدا. معايا عصرة ليمونتين 2 أو 3، كما زي ما انت حابة تزودي. تمام، ده اختياري. هما ليمونتين في 3 ممكن. معانا ربع معلقة من السكر. السكر ده بيحفظه. طبعا وكمان آه، المية اللي احنا حاطين فيها ديت، المية اللي احنا المحلول ده بتكون مية متفلترة او ميه مغليه ومبرده. تمام. دلوقتي معايا معلقه من الكمون، هنحطها برضو دلوقتي قدام حضراتكم. ونعمل قلب المحلول بتاعنا ده جميل جدا جدا، زي مش هتفرقيه عن اللي انت بتشتريه من بره، وهيكون طعمه جميل جدا جدا، الكل هيحبه باذن الله تعالى. يا رب تكونوا دايما بخير، وكل عام وانتم بألف خير. واتمنى رب تدعمونا باللايك والشير لو وصلتوا معنا للنقطة ديت. طبعا هنحط المحلول بتاعنا فوق الترمس. طبعا ممكن تحطيه في علبة او في اي حاجة محكمة الغلق. او علبة او اي حاجة عندك تكون غطاها كويس. تمام. بالمكونات ديت ممكن يقعد معاكي شهر على رف التلاجة، ما يجرالوش اي حاجة خالص، ولا هيريم ولا اي حاجة خالص، لان انت حاطاله مية معقمة. ولما تجيبي منه تجيبي كده بالكبش او بالمعلقة، ما تحطش ايدك فيه. فيديو سهل جدا وبسيط، وكله تركات جميلة. لو أول مرة بتشوفونا، أنا لمياء إبراهيم، وأتمنى رب أكون عند حسن ظنكم، وتاخدوا خدوا جولة كده في القناة. يا رب دايما هتعجبكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. فيديوهات جميلة جدا قادمة بإذن الله هتعجبكم بإذن الله تعالى. وكل عام وانتم بألف خير، وأتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.